بيبدأ المسلسل معانا بولتر وايت، وده مدرس كيمياء غلبان وفي حاله في مدرسة ثانوي، ومراته اسمها سكايلر وابنه اسمه والت جونيور. الراجل مع حياته كلها حب عادي بس على الحديدة ماديا، لدرجة ان هو شغال وقت اضافي كده في مغسلة عربيات عشان يمشي دنيته. يعني النهارده كان عيد ميلاده ال50، وبيجي له خبر زي الزفت ان هو جاله سرطان في الرئة ونوع خبيث جدا، وقالوا له انت قدامك 6 شهور وتموت. على الناحيه التانيه كان هانك شريدر، ده شغال ضابط في مكافحه المخدرات ولسه طابين على معمل ميس كده او مخدرات معينه وقابضين على اللي فيها. فقلت بيروح معاه كده في عربيه البوليس بيتفرج، وبالصدفه كده بيشوف واحد من طباخين الميس دول او المخدر ده وهو بيهرب. طب مين الواحد ده؟ ده واحد تلميذ عنده قديم فاشل كده كان اسمه جيسي بينكمان. والت بيمشي وراه بيجيبه من قفاه. طب مين الواحد ده؟ ده واحد تلميذ عنده قديم فاشل كده كان اسمه جيسي بينكمان. والت بيمشي وراه بيجيبه من قفاه. بيقولوا في ايه يالا؟ بص انا مش هسلمك، بس انا عاوز نطبخ البتاع ده سوا. انت فاهم السوق والبيزنس وانا اللي بطبخ، واستاذ الكيمياء وعارف التركيبه. وبيشتروا عربيه فعلا من عربيات الرحلات دي مستعمله كده، وبيطلعوا بيها على الصحراء. ولان طبخ المخدر ده ريحته مقرفه وبتلزق في الهدوم، فكان لازم تقلع هدومك، وده السبب اللي خلى وولت يقلع هدومه كلها. وجيسي كان ساقط في الكيمياء وكان مسمي نفسه كابتن كوك، وبيحط شطه على المس او المخدر. بس بالنسبه لمستر وايت الميس ده كان كيمياء بحت، والطبخه بتاعته طلعت انضف حاجه جيسي شافها في حياته. بس اول جيسي ما راح يبيعها وكده الدنيا بتبوظ خالص، لان واحد اسمه كريزي ايت وابن عمه عاوزين يسرقوا التركيبه دي من وولت وبعدين يقتلوه كمان. فعشان وولت يعيش بيدلهم غاز سام كده قوي ومتفجر. وبعد كده وولت وجيسي بيعملوا قرعه كده ملك وكتابه عشان يشوفوا مين اللي هيقتله، وبتطلع من نصيب وولت. ما كانش عاوز يعمل كده بس لقى انه مضطر وقتله فعلا. يعني في ظرف يومين بس من دخول عالم الاجرام وولت قتل 2 وبقى تاجر مخدرات. وجيسي بقى في الوقت ده كله كان مسؤول عن تدوير الجثث وان هو بيدوبها بالاسيد. بس للاسف الاسيد اللي هو كان بيدوب بيه الجثه ده اكل البيانو والسيراميك والسقف وقع بالجثه واللي فيها. اتعقد جدا واتخض من الحوار ده كله، وكان عاوز يخلع ويمشي، بس الفلوس زغللت عينه، وبرضه ان هو يعالج السرطان ما قداموش حل تاني. وولتر عنده نقص شويه وكبرياء من ناحيه الفلوس. يعني مثلا صاحبه القديم وشريكه بقى غرقان في الملايين دلوقتي بعد ما اسسوا شركه سوا كبرت وبقت ضخمه، بس بسبب حوار شخصي مع واحده بنت زمان كده وولت باع نصيبه بفلوس قليله جدا ولا كانه اخد حاجه. واليوت صاحبه القديم ده قال له بص انا ممكن ادفع لك ثمن علاج السرطان. بس والتر كبرياء منعه يقبل حاجه زي كده ورفض يقبل اي صدقه، ورجع يطبخ المخدرات دي تاني. بس عشان يعملوا فلوس بجد وبكميات اكبر لازم يبيعوا بالجمله لموزع كبير. وهنا بيظهر واحد اسمه توكو سلامانكا. توكو ده بيعشق الميس النظيف، والموضوع ده كان باين ان هو صفقه سهله قوي. بس توكو ده مجنون شويه، فقرر فجاه كده يعور جيسي ويضربه ويمشي بالبضاعه من غير ما يدفع. والتر شعره بدا يقع بسبب الكيماوي، فبيحلق قرعه كده اجراميه قوي وبيروح لتوكو بقلب ميت وبيقول له هات فلوسي يا اما اقتلك. فالراجل لسه بيضحك كده راح وولت مفجر المكان فعلا، فقال له انت عاجبني قوي انت مجنون. وهنا وولت بيخترع لنفسه اسم حركي اللي هو هايزنبرج. دلوقتي اتفقوا على صفقه مع توكو، بس انتاج محدود شويه لانهم بيطبخوا من ادويه البرد اللي بيشتروها، وفي حد اقصى الكميه دي اللي تقدر تشتريها من الصيدليه من غير ما البوليس يشك فيك. فولتر عارف ماده تانية احسن بكتير وممكن يجيبوا منها بالطن. المشكله الوحيده ان هم لازم يسرقوها، فبيسيحوا قفل المخزن بماده كيميائيه كده وبيسرقوا برميل ضخم من الماده دي عشان يطبخوا ميس بالكوم. ومن اعراض الماده دي ان الميس بيطلع لونه ازرق وانضف واقوى بكتير. الفلوس بدات تلعب في ايديهم والدنيا تمام، ما عدا طبعا ان توكو سايكوباتي وضرب صاحبه القديم وموته في ايده من غير سبب. فجيسي وولد اتفقوا ان توكو ده لازم يموت، بس هما مش رجاله عصابات برضه عشان يعملوا كده. فولت بقى بذكائه كده كان عارف ان في حبوب فاصوليا ممكن تطلع سم قاتل اسمه الرايسين، وقبل ما يستخدموه مكافحه المخدرات بتلاقي جثه صاحب توكو ده وبتقعد تدور عليه. فتوكو بيخطف وولت وجيسي وبيسحبهم في بيت كده مع عمه العجوز المشلول اللي هو هيكتور سلامانكا. توكو ما كانش ناوي يقتلهم بس ما حدش يضمنه في اي لحظه، فولت معاه سم الرايسن ده اوريدي، والراجل العجوز ده باين عليه ان هو مش دريان بالدنيا اصلا. فولت بيحاول يحط السم في السندوتش بتاع توكو، بس العجوز ده بيلمحهم وبيقفش الحوار وبيقعد يرن على الجرس عشان ينبه توكو. فالدنيا اسودت في وشهم بس عرفوا يشتبكوا كده معاه ويهربوا. في نفس اللحظه دي بيوصل هانك اللي هو الضابط ابن عم وولت، وبيعرف ان وولت مختفي بقاله كام يوم ومراته شافت جيسي ده مره، فبيتبع عربيه جيسي دي ولقى نفسه وش لوش مع توكو، وبتحصل خناقه وضرب نار بس هانك بيخلص عليه ويقتله. وبعدين وولت بيرجع البيت بيعمل حوار ان هو كان رايح يشتري في السوبر ماركت وهو ملط من غير هدوم، وجيسي بيتقبض عليه بس بعد كده بيخرج. والعجوز هيكتور ده كان ممكن يسلمه، بس هو راجل من بتوع ايه اخد حقي بدراعي ولا ان انا اتكلم مع نيابه او شرطه. وعلى الناحيه الثانيه وولت بيسمع اخبار زي الفل ان المرض بدا يقل فعلا ويدخل في مرحله خمول، بس كل الفلوس اللي عملها لحد دلوقتي يا دوب تغطي مصاريف المستشفى. فبيرجع هو وجيسي للطبخ تاني. المره دي جيسي بيشتغل معاه اصحابه القدام اللي هو كومبو وبادجر وسكيني بيت، والموضوع مشي تمام بس في ناس كانت خدت منهم المخدرات دي وما دفعوش ثمنهم. فجيسي راح لهم، بس طبعا لقى زوجين كده ضربوا اصلا الفلوس ومعاهم مكنه صرف اي تي ام سرقوها ومش عارفين يفتحوها. فالاثنين المدمنين دول بيقعدوا يتخانقوا، وفي الاخر الست زقت المكنه ودشت بيها دماغ جوزها. فجيسي اتعقد جدا واتخض من المنظر لان جواه شخص طيب، بس الاشاعه بتطلع في السوق ان جيسي
هو اللي فرم دماغ الراجل ده لانه شغال مع المعلم الجديد اللي اسمه هايزنبرج. وولت كان فرحان جدا بالاشاعه دي لانها هتعمل له اسم ان هو شرير يعني. والميس الازرق ده طلع من المجهول كده ومغرق الدنيا وسايب وراه جثث. بعد كده جيسي نسي المفتاح في كونتاكت العربيه واتحبسوا بره في الصحراء مش عارفين يعملوا حاجه. فقلت بان ان هو ذكي قوي لان هو استخدم مهارات الكيمياء دي وعمل بطاريه بدائيه قوم بيها الموتور. بس مشكله التوسع ده ان العين بتبقى عليك، وبادجر ده بيتمسك من البوليس اللي هو صاحب جيسي. وهنا تروح لمين لما تعوز محامي؟ سول جودمان ده محامي لسانه حلو كده ونصاب بتاع اعلانات رخيصه في التلفزيون وراجل ابن سوق بجد. وبدا يشغله سول جودمان ده معاه من الفريق. وسول عارف راجل تقيل ممكن يخليهم يعملوا ملايين. الراجل ده اسمه جاس فرينج، صاحب سلسله مطاعم فراخ ويبان هادي بس هو في السر بيدير امبراطوريه مخدرات. جاس فرينج ما بيحبش يشتغل غير مع ناس ملتزمه وايدهم نظيفه، وكتجربه ليهم بيحدد ميعاد تسليم البضاعه. على الناحيه الثانيه جيسي مأجر شقه جديده من صاحبه البيت بنت اسمها جين، وحبوا بعض ودخلوا في علاقه بسرعه جدا. المشكله الوحيده انها مدمنه بتتعافى. وفي يوم قالت له ما تيجي نجرب المس اللي طالع موضه ده، وبعدين قالت له ما تيجي نجرب الهيروين. فهو عمره ما جرب الهيروين وجربوه فعلا. وولت اضطر يروح يسلم البضاعه لجاس بنفسه. وفي نفس اللحظه مراته سكايلر كانت بتولد بنته الجميله هولي. وولت فوت الولاده بسبب التسليم وقال الذنب ده كله في جيسي اللي عمال يعط مع البيت وسايب الشغل. وقال مش هديله نصيبه من الفلوس دي اللي هو $500,000 لحد ما ينظف القرف اللي بيعمله. وبسبب ان جيسي وجين دول ادمنوا خلاص تاني فبدات البت دي تهدد وولت. قالت له بص لو ما جبتش فلوس جيسي عشان المخدرات فما تقلقش، احنا هناخد بعض ونطلع نيوزيلندا نعيش هناك بس نخلص تذكره الهيروين اللي معانا دي. فولت بيعدي عليهم بالليل كده عشان يتكلم معاه، بيلاقي جين وجيسي غايبين عن الوعي. وفي اللحظه دي جين كانت بتشرق وترجع وكانت بتموت خلاص وهي نايمه على ظهرها. فولت بيقرب عشان ينقذها بس قال ليه ينقذها؟ ما هي دي اللي مضيعه كل حاجه، فهسيبها تموت احسن. وسابها فعلا تموت. بعد كده جيسي بيفوق ويلاقيها ميته جنبه وبدا يعيط. وهنا بنقابل لاول مره واحد اسمه مايك. ده راجل عجوز كده ومكشر بس هو راجل مهمات صعبه ومنظف محترف يعني. بيحمي جيسي من السجن وبيوديه مصحه يتعالج. وبعد كده بيبان ان ابو جين ده شغال مراقب جوي في المطار، ومن كتر حزنه على بنته سرح كده وهو شغال وعمل حادثه تصادم طيارتين في بعض. يعني البت الوحيده اللي وولت قتلها اتسببت في موت 200 بني ادم. وولت بقى دلوقتي بقى معاه جبل فلوس بس جوازه بيخرب خالص. سكايلر عارفه ان وولت مخبي اسرار وفي الاخر جابت اخرها وطردته من البيت. وكل ما يحاول يرجعها بيفشل. وولت بيجيب النهايه كده ويعترف لها. قال لها بصي انا بطبخ مخدرات بس عملت كل ده عشان العيله. فسكايلر كانت مش راضيه خالص عن الوضع بس مش هتخرب البيت وتسلمه للبوليس يعني. فبتروح تخونه مع مديرها في الشغل وتقول له في وشه على فكره انا نمت مع الراجل ده وكده احنا خالصين. وفي الوقت ده هانكو مكافحه المخدرات قلبين الدنيا على الميس الازرق ده وبيقرب جدا من من العربيه اللي مأجرينها وجيسي بيدمروها بايديهم. وكان على الناحيه الثانيه جاس فرينج عنده مغسله هدوم كده كبيره وفيها تحت الارض معمل ميس جديد يليق بولت وجيسي بعد ما اتطوروا. وقال له وولت انا جايب لك شريك جديد على فكره بيفهم. قال راجل دحيح بجد اكتر من مستر وايت نفسه. بس وولت مش مستريح وحابب جيسي لان هو صاحب عمره وبدا يطبخوا كميات كبيره جدا باسم جاس فرينج. وبدا يظهر كده اتنين توأم جايين يخلصوا على هايزنبرج بس جاس فرينج لحقهم في اخر ثانيه. والتوأم دول عايزين ياخدوا طار ابن عمهم توكو. فجاس قال لهم بقول لكم ايه انا مشغل وولتر ده معايا دلوقتي. اللي قتل توكو فعليا مش هو اصلا، ده واحد اسمه هانك ظابط. وفعلا بيروحوا لهانك ده يضربوه بكذا رصاصه بس قبل ما يجهزوا عليه كده هانك بذكاء بيخلص عليهم ويقتله. وهانك عاش بس غالبا مش هيمشي تاني على رجله الا لو اخذ علاج طبيعي غالي جدا. وسكايلر بتقول ولا يهمك احنا اصلا بقينا اغنياء ومعانا فلوس وهندفع الثمن. وبتألف قصه كده غريبه قوي بتقول ان بدل طبخ الميس ان وولت كان بيعد الكروت في لعبه البلاك جاك في القمار وكسب حاجه زي البخت كده. وقدروا اخيرا يصرفوا من الفلوس دي براحتهم. يكلموا سول عشان يعمل لهم غسيل اموال. فقال لهم بصوا هنشتري صاله اسمها الليزر تاج. بس سكايلر طلعت بفكره اعقل شويه وقالت ما نشتري مغسله العربيات اللي وولت كان شغال فيها. وبدات الفلوس تجري فعلا بايديهم وولت وسكايلر مبقاش بينهم اسرار. وجيسي كمان لها حبيبه جديده كده وعندها ابن اسمه بروك طفل صغير. بس بيكتشف ان اخو البنت الكبير شغال بيوزع ميس او المخدر ده لحساب نفس المنظمه بتاعه جاس فرينج. فجيسي مش طايق الحوار ان العيال الصغيره بتشتغل في المخدرات. الموزعين بتوعهم مشوه خالص بان هم قتلوه ورموه. فزعل جدا جيسي وقرر ان هو يروح يموت الاثنين دول. ووسط ما هم بيشتبكوا سوا وكانوا هيقتلوه اتدخل مستر وايت وداسهم بالعربيه وقال لجيسي اهرب. وجاس فرينج كان قرفان وزعلان جدا بس هو بيحب الامبراطوريه تبقى هاديه ما فيهاش اي نوش. فبيكبر وولت ان هو يطبخ مع جال ده تاني اللي هو المساعد اللي جابه له. وكان في نيته ان هو يخلص من وولت ويسلم المعمل كله لجال ده. بس وولت فاهم اللعبه وقبل ما يقتلوه كلم جيسي وخلاه يروح يقتل المساعد ده بالنار عشان ما يبقوش قدامهم غيره. وبعد كده جاس فرينج بقى محتاجه وما يقدرش يجي جنبه طالما عايز الميس الازرق. عشان يوريهم هو زعلان ومتعصب قد ايه مسك قطر كده وذبح بيه واحد من رجاله فيكتور قدام عينيهم من غير ما يرمش. وولت فهم ان الخطر لسه موجود وانه ممكن يضطر يقتلوا جاس ده في يوم من الايام. فعمل شويه سم رايزن تاني وخلى جيسي يخبيه في سيجاره للزمن احتياطي. والبوليس لقى جثه جال ده وهانك قاعد يتكلم في الحوار. فسكايلر خافت وقالت لولت هو انت تعرف الراجل ده؟ هو انت في خطر؟ فرد عليها قال لها انا مش في خطر يا سكايلر انا الخطر نفسه. انت متخيل ان انا هفتح الباب وحد يضربني بالنار؟ لا لا لا
انا اللي بخبط على الناس اصلا. وده ما طمنش سكايلر، بالعكس قلقها اكتر. والبوليس كمان لقى نوتة المعمل بتاعه المساعد اللي مات ده، وهانك بدأ يقول لولتر هي مكتوب عليها دبليو ليه؟ والتر وايت مثلا. فولتر قال له انت قفشتني كده بس. وبدأ هانك يشك نسبيا فيه. وبعد ما قتل جال بدم بارد، جيسي رجع يحس بالذنب ودخل في حاله ضياع وصرف فلوس ومخدرات. ومايك اخده معاه في جولات كده بره عشان يشغله ويديله ثمن لاي حاجه يعملها. بالمناسبه مايك ده مش مجرد واحد بيشيل وراك الاثار وخلاص، ده مدير امن جاس فرينج وراجل شديد جدا. بس الشغلانه اغلبها ممل وقاعدين في العربيه. فبيقول لجيسي معلش الشغلانه 90% منها كده. الموضوع بيبقى حماسي جدا لما جاس بيدخل بياخد جيسي معاه المكسيك عشان يصفوا الاجواء، وجايب معاهم ازازه خمره كبيره. فجاس شرب الاول عشان يثبت لهم انها مش مسمومه، بس بعد ما كلهم شربوا ماتوا راح الحمام ورجع السم اللي هو شربه معاهم. والموضوع مش بيزنس بس، دي خطه انتقام بقى لها 20 سنه. بنرجع فلاش باك نشوف ماضي جاس فرينج، ان هو كان معاه شريك قديم وبدا يشتغلوا مع الناس دي زمان المكسيك، والرئيس ده قتل صاحبه قدام عينه عشان يهدده. وبعد 20 سنه جاس فرينج اخد طاره. والراجل على فكره اللي قتل صاحبه زمان ده هو دلوقتي العجوز المشلول اللي اسمه هيكتور سالامانكا. وعشان كده جاس فرينج بيكرهه جدا وحبسه في دار مسنين. وفي الوقت ده جيسي بيثبت ان هو بيعرف يطبخ بنفس جوده مستر وايت. فجاس فرينج كان عايز يخلص من وولتر ويشغل جيسي لوحده، برغم ان العلاقه بينهم باظت تاني وولتر وجيسي. بس جيسي رفض وقال له لا مستحيل تقتله. فرينج اخد وولت الصحراء وقال له انت مطرود، ولو قربت من جيسي او هانك تاني هقتلك عيلتك كلها. فولتر عمل خطه كده، قال لك جيسي بيحب حبيبته الجديده وابنها الطفل بروك. بس في اليوم ده الواد ده مرض بشكل غامض كده ودخل عنايه مركزه. فجيسي بدا يفتش في علبه السجاير، لقى سجاره الرايسين او بتاعه السم دي اختفت. فبيجري على مستر وايت وبيوجه له الطبنجه على دماغه وفاكر ان هو قصد كده عشان ياخد مكانه في المعمل. بس وولتر بدا يضحك عليه ويقول له انا عمري ما اعمل كده يا ابني، ليه هعمل كده؟ ده جاس فرينج اللي سرقها وبيشين يوقع بيننا بعد ده كله. فجيسي صدق وبدا يساعد وولتر ان هم يقتلوا جاس فرينج ده. وبيعرف ان الوقت الوحيد اللي جاس ما بيكونش موجود فيه حوالين حراسه لما بيروح يذل ويهزق العجوز هيكتور سالامانكا. فولتر بيروح للعجوز وبيقول له انت ايه رايك تاخد بطارنا سوا؟ وفي المره الجايه اللي جاس يجي يزورنا العجوز بيقعد يدوس على الجرس بشكل متواصل. فكان اصلا وولتر حاطط قنبله هناك، فالانفجار بيحصل في الاثنين وجاس فرينج بيخرج يعدل الكرافته ونص وشه متشوه وبيموت. وبعد كده وولت وجيسي بيحرقوا ويدمروا معمل غسيل ده بالكامل، لان هانك كان قرب جدا يوصل له. والواد بروك الصغير ده بيخف وبيطلع ان السم ما كانش رايسن اصلا، ده نبات سام كده اسمه زومبو كلوادي، وده نبات بيطلع في جنينه مستر وايت. يعني هو اللي عامل الليله دي كلها، وهو اللي خلى الراجل بتاع سول ده المحامي يسرق السيجاره من جيب جيسي. وقلت خبى الرايسن الحقيقي في بيته، وبعدين عمل السيجاره دي بشويه ملح وحط جواها مكنه تنظيف في شقه جيسي عشان يحسسه انه كان غلطان. وقلت لعب بجيسي وسلم عيل صغير عشان يوصل اللي هو عايزه. مايك كان عايز يقتل وولت لان هو قتل جاس فرينج، بس عندهم مشكله دلوقتي ان المعمل اتدمر وكان في كاميرات مراقبه موصله على اللابتوب بتاع جاس فرينج. الشرطه مسكته يعملوا خطه مجنونه كده ان هم يتبعوا الحرز ده ويفجروه بالملفات اللي فيها كلها باللاب. وبعد موت جاس فرينج وولت جاهز يبقى المعلم الكبير في السوق، بس محتاج مكان يطبخ فيه. فاختار كده مكان غريب هو البيوت اللي بيترش فيها الحشرات اللي هي بتبقى متقفله بالبلاستيك. ورجعوا يطبخوا تاني في المعمل ده، بس المره دي جوه صالات بيوت الناس. فكره غريبه قوي. وولتر بدا يعيش حياته وفي ست اسمها ليديا كده كانت بتسرب لهم ماده اسمها الميثيلامين. ولما حست ان الشرطه هتكشفهم قالت لهم بصوا اسرقوا قطر شحن على بعضه. وعملوا كده فعلا وسحبوا طن من الميثيلامين ده، وجابوا واحد من شركه الرش اسمه تود يساعدهم. والعمليه بتنجح فعلا، بس حصل مشكله ان في طفل شافهم بالعجله، فالشريك الثالث اللي كان معاهم ده راح مطلع المسدس وقتله. وجيسي اتاثروا جدا وقالوا احنا هنقفل على كده ونبيع نصيبنا من الميثيلامين ده اللي سرقناه ونعتزل. وجيسي راح بيت وولت عشان يقنعه. وفي اللحظه دي سكايلر دخلت وقالت لجيسي انا بعزمك تتعشى معانا. وولت ما كانش ليه اي نيه في الاعتزال، ده كان عايز يوسع الشغل اكتر وبدا يشتري نصيب مايك ونصيب ناس كتير. بس المحامي اللي بيوصل للفلوس دي بيتمسك متلبس، وده بيوصل الشرطه لمايك فبيضطر يهرب ويخلع من البلد. فولت بيقول له لو مش هندفع للرجاله دي عشان تسكت يبقى نقتلهم. مايك قال له لا انا ماليش في القرف ده. فولتر لما لقى رفض راح مطلع المسدس وقتله. وولت بدا يكلم الشريك الثالث معاهم تود ده ان هو يجيب شويه عصابه يقتلوا التسع رجاله بتوع جاس فرينج اللي هم اتقبض عليهم. وجيسي جاب اخره من كل الدم والقرف ده واعتزل هو كمان، وكل الفلوس بقت تروح لولت بس. وسكايلر وريته جبل الفلوس اللي معاهم وقالت له كفايه بقى. وفي نفس الوقت السرطان رجع له تاني، فولت شاف ان ده انسب وقت يعتزل. وفي يوم هانك كان قاعد في الحمام كده عند وولت في البيت، فمد ايده يجيب حاجه يقراها، فلقى كتاب كده مكتوب عليه اهداء من جال لولتر وايت، وده المساعد اللي مات في الاول. وهنا هانك قفش اللعبه وعرف ان وولتر هو هايزنبرج. هانك ما قدرش يقبض عليه من غير دليل، فولت اضطر يلم الفلوس ويخبيها واجر رجاله سول يساعدوه. ومع تديير خناقه من مكافحه المخدرات جيسي قرر يهرب من البلد. وقبل ما يركب العربيه ويهرب عرف ان حوار سرقه السيجاره ده كان مساعد سول اللي عمله، وان وولت هو اللي خطط لكل ده وسمم الواد الصغير. فكان رايح يحرق بيت وولتر وايت بالبنزين، بس هانك بيوصل في الوقت المناسب ويوقفه. فجيسي كان مستعد يعترف بكل حاجه وحكى لهم القصه كلها بس من غير دليل مادي. عملوا خطه كده ان هم يصوروا جيسي وهو ميت
وحواليه دم مزيف، وراحوا لمساعد سول ده خوفوه وقالوا له ان والت شغال في قتل الناس كلها، فبدا يتكلم وقال له انا ما اعرفش الفلوس فين، بس اعرف انها مدفونه ببراميل في الصحراء. وبعتوا لولت حتى الصوره المزيفه دي وقالوا له احنا وصلنا لفلوسك وبنحفرها. فطبعا اتخض جدا وركب العربيه وجري في الصحراء زي المجنون. ولما والت وصل هناك فهم ان هو فخ وافتكر ان جيسي جاي يقتله، فكلم العصابه بتاعه تود دي وقال لهم تعالوا الحقوني ويقتلوه، بس لقى ان جيسي شغال مع هانك فقعد يصرخ ويقول لهم لا لا ما تقتلوش هانك. ووسط ما هو بيتكلم في التليفون اعترف بكل حاجه على نفسه واتقبض عليه من هانك. بس فجاه بتوصل عصابه عم تود دي وبتحصل معركه غريبه قوي، وسط ما والت عمال يقول لهم ما تقتلوش ده جوز اختي ونسيبي على هانك. بيقول له هانك على فكره انت راجل ذكي بس مش شايف ان هم اخدوا قرارهم خلاص، وبيتقتل فعلا. والعصابه بتكتشف ان والت دافن فلوسه هنا، فبيحفروا ببراميل وياخدوا 80 مليون دولار، بس سابوا له برميل واحد فيه 11 مليون من باب الاصول يعني. وكان هيقتلوا جيسي بس تود قال لهم لا احنا محتاجينه، لان من ساعه ما والت اعتزل انا بطبخ بس مش عارف اطلع زي ما كان بيعمل. فاخدوا جيسي وربطوه بسلاسل وحبسوه في حفره وشغلوه زي العبد. وفي ليله جيسي حاول يهرب فتود ده جاب حبيبته وقتلها قدام عينه، وهددوه ان المره الجايه الواد الصغير هو اللي هيموت. والت بيرجع البيت متبهدل وبيقول لسكايلر يلا نلم هدومنا دي ونمشي. سكايلر قالت له هانك اتقتل وانت ليك ايد في الموضوع صح، وبدا يتخانقوا مع بعض بالسكاكين. فابنه والت ده بدا يحميه ويطلب البوليس لابوه، فولت هرب لوحده وعاش في كوخ كده مقطوع. وسول جودمان هو كمان خد هويه جديده وقال لولت قبل ما يمشوا كمان كام شهر هتبقى مدير الفرع السينما مدينه اسمها اوماها، ودي بقى شخصيه جديده خالص. وفي الوقت ده وولت عايش في الكوخ ومعاه حوالي 10 مليون دولار في البرميل، وحاول يبعتهم لابنه بس ابنه شات وقال له غور مش عايز اشوفك تاني. فولت قال خلاص انا هرجع انهي كل حاجه. فرجع يزور الناس اللي كانوا عاملين معاه مشروع في الاول واداهم الفلوس كلها وقال لهم حطوا الفلوس دي في صندوق تبرعات وادوه لابني لما يتم 18 سنه على انها جايه منكم انتوا. وبيجي عيد ميلاد والتر 52 وخسر كل حاجه خلاص وفي ايامه كمان الاخيره من السرطان، وبيروح لسكايلر جايز اكون بدات الموضوع ده عشان العيله بس انا كملت فيه عشاني، انا كنت بحب اللي بعمله وكنت شاطر قوي فيه، كنت حاسس ان انا عايش. وبعد كده بيروح يقابل تود اللي هو حابس جيسي، كان جايب سم الرايسن ده من بيته تاني وحط لهم في السكر. وبعدين بيروح لمقر العصابه كانوا ناويين يقتلوه طبعا بس قال انا عايز اشوف جيسي الاول، وجابوا له جيسي وهو متبهدل ومربوط. فقلت راح ماسك فيه ومرمي على الارض كده، بس الحقيقه ان هو كان مجهز رشاش بيضرب اوتوماتيك اول ما يقع، وبدا الرشاش ده يضرب من العربيه وبيلف بالريموت وبدا يموت في العصابه دي كلها. وبعد كده جيسي بيمسك تود ويخنقه بالجنزير لحد ما يموت وياخد طاره منه، وولت بيدي الطبنجه دي لجيسي ويقول له اقتلني. فبدا جيسي ياخد باله ان وولت اصلا وسط الضرب ده خد رصاصه، فقال له اقتل نفسك انت بنفسك، وبيركب العربيه وبيهرب وهو بيزعق جدا من الحريه اللي بقى فيها. وبعد كده بنشوف وولتر والبوليس قرب عليه بس هو ميت خلاص.